السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ جو حر جدا وكلنا محتاجين حاجة ترطب علينا من السيحان اللي احنا بنسيحه من الحر ده، وحاجة تكون خفيفة ولذيذة. بما ان بقى موسم المانجا، فهنعمل احلى تحلية بالمانجا. مهلبية مانجا، بودنج مانجا، اللي انت عايزة تسميه سميه، بس حاجة ترطب علينا من الحر دوت. بجد دنيا فظيعة. والمانجا معانا اهيت، بس هنركن المانجا على جنب ونحضر اول طبقة معانا من الكريمة. هنعمل ايه بقى؟ انا هعملها نظام طبقتين. اول طبقة هعملها حليب وبعد كده اللبن. نحضر الاول طبقة الحليب البيضة. نحضر المهلبية بتاعتنا. هتحتاج معانا كوبايتين من الحليب، 3 كوبايات من الحليب، وهنعمل ايه تاني؟ 3 معالق من السكر، وحسب التحلية بتاعتك اللي انت هتعوزيها. المعلقة التالتة ما ملتهاش قوي. وايه تاني؟ معلقتين من الدقيق. واخر حاجة معانا معلقتين من النشا. بس كده؟ ايوه بس كده. ونقلب بقى المكونات ديت معايا على البارد من قبل ما احطها على النار. حطيتها على نار اهيت يا حبايبي، وفضلت اقلب فيها، بس النار لازم تكون متوسطه. تفضلي تقلبي فيها جامد، ما تخافوش طعم الدقيق مش هيبان طول ما انتي بتخليها تغلي جامد. حتى بعد ما تلاقيها مسكت شويه تفضلي تقلبي فيها، تسيبيها كده حوالي 3 4 دقايق. مع التقليب المستمر هتلاقي طعم الدقيق ما بانش خالص. نفضل نقلب فيها كده لحد ما نلاقيها اتمسكت معانا شويه. ويلا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والخمسة ستة اللي بيتابعوني دول بشكركم جامد، وما تنسوش تعملولي اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا قوي على اللي انتوا بتابعوهولي. سيبها لازم تغلي معايا عشان طعم الدقيق ما يكونش باين معايا خالص. معايا بقى حتة زبدة صغيرة، عندك مش عندك خلاص عادي، بس انا بحطها عشان تعزز معايا الطعم. اقفل بقى خلاص عليها، وتعالوا معايا اقول لكم هكمل ايه. فضيت معايا الخليط اهو عشان يبرد، وجبت بقى معلقه من الكريم جانتيه الخام. عندك اكياس استعمليها عادي، بس انا بجيب الخام وبسيبه معايا. وبالمضرب بقى نضرب كل ده. اهي يا حبايبي بعد ما اتعملت، شايفين قوامها كريم ازاي معايا؟ جميله. اخدها بقى وافضيها في قلب الاطباق بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. متملوش الاطباق كلها، النص، عشان لسه هحط المانجا بتاعتي. اهيت الكميه بتاعتي اهي، صبيتها كلها اهي، وهدخلها بقى التلاجة تبرد معايا عقبال ما احضر طبقه المانجا. المانجا معايا اهيت عباره عن مانجتين، واخداهم ومقطعاهم، حطهم بقى في الخلاط افرمه من غير ميه خالص. هيتفرم في الخلاط من غير ميه. هفرمه واجيلكوا. اتفرمت معايا اهيت. اجيب حله بقى وافضي الخليط ده كله المانجا. هجيب نص كوبايه من الحليب واضيفها عليها، واروح اجيب المانجا بتاعتي مسكره، وانا هحط معلقتين كبار من السكر، هي مسكره، ومعلقتين من النشا، واقلب. انت لو جايبه مانجا زبديه بيكون فيها شعر، هعدي الخليط ده على مصفى الاول قبل ما تحطيه، بس انا المانجا بتاعتي ما فيهاش شعر، فعشان كده انا ما فرمتهاش. اقلب الخليط كله مع بعضه. قلبت الخليط كله اهو، ما عادش فيه نشا باين عندي. على نار متوسطه بقى، وارفعه على النار. حطيته اهوت على النار، نار متوسطه. مع التقليب تفضلي تقلبي فيه
وما تقفليش عليه بسرعه برضو، سيبيه يغلي غلوتين 3 عشان طعم النشا ما يبانش معاكي في المانجا. هي غلت معايا اهي، بس انا برضو سايباها تغلي 3 4 دقايق كده عشان الواحد ما يحسش بطعم النشا وانتي بتاكلي. اهي اتغلت معايا خالص زي ما انا ما عايزه. اخدها بقى واشيلها واطفي النار واسيبها لحد ما تهدى معايا شويه. واهي خلصت معايا وسبتها تبرد شويه، وكانت المهلبيه البيضه بتاعتي بردت. اصب بقى المانجا على المهلبيه البيضه بتاعتي. وعلى فكره انت ممكن تعمليها هي لوحدها من غير الكريمه البيضه، وممكن تعملي الكريمه البيضه اللي من تحت المهلبيه البيضه من غير المانجا. الاتنين هيتاكلوا طعمهم خرافه، الشكل رهيب. اسيبها بقى تبرد شويه معايا وازينها لكم واوريها لكم هعمل فيها ايه. سبتها بردت معايا شويه، جبت معايا بقى قطع المانجا زينتها بقطع مانجا معايا. ما عندكيش قطع مانجا عادي، وعندي شوكليت شيبس. شوفوا يا حبايبي بقى، شوفوا شكلها وطعمها حكايه. في تناغم كده ما بين الكريمه البيضه المهلبيه البيضه مع المانجا رهيبه، بس هي لسه عايزه تبرد كمان. بس احنا بقى الشعب المصري بيحب يستعجل. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لي لايك والشير واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نقول الدعاء بتاعنا: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ربنا يحسن ما بين ايديكم وجربوها في الحر ده هترتب عليكم جامد.